السلام عليكم ورحمة الله. معاكم طارق إبراهيم على تيكو تيوب في فيديو جديد. لسه زي ما احنا عارفين، أزمة هزيمة مصر وروسيا مستمرة، والأخبار عمالة تهري كل يوم، والمواقع والصفحات. لو دخلت على أي موقع هتلاقي ترند أزمة الفنانين سبب في هزيمة المنتخب، أسباب هزيمة المنتخب المصري. يعني لو كتبت أي حاجة من الحاجات دي هتلاقي فيديوهات منها فيك كتير ومنها حقيقي. خلينا نتفق على حاجة واحدة بس قبل ما نخش في الموضوع كله، إن الفريق كده كده خسر. و... وكرة القدم فيها مكسب وخسارة، هي كرة قدم. يعني ممكن زي ما أحمد فتحي دخل الجون بالحظ، آه، كان ممكن يحصل برضو، ممكن لعيب تاني اللي يدخل في نفسه والكلام ده كله. هي كرة قدم، يعني غالب ومغلوب وغدارة. يعني ممكن في اي وقت فرقة تطلع فرقة تنزل زي ما انتم شايفين. يعني المكسب مش مستمر. عندك البرتغال برضو ما كانوش مؤدين حلو قوي، وكان ممكن يخسروا في الاخر في المغرب. بس هم حلاوة المنتخبات دي ان هم بينتهزوا اي فرصة. يعني هو كسب في الاخر. عندك الارجنتين، فرقه من الفرق الجميله، فيها احسن لاعب في العالم ميسي، وفي الاخر ما كسبوش. فالموضوع مش ثوابت يعني. ما نعرفش، يعني ما نعرفش مين هيكسب، مين هيصعد، مين هيفوز. موضوع كله كده يعني. فنرجع لموضوعنا اللي هو الفنانين ان هم كانوا مسافرين وسبب الازمه. وناس تقول لك ده الصور دي حقيقيه، الصور مش حقيقيه. اللي انا عاوز اقوله اول حاجه، يعني انتوا من امتى يا جماعه بقى عندكم غيره ان ان الفنانين او ان حد بياخد حاجه ببلاش؟ ما هي البلد كلها نصها اصلا منهوبه، ونص تلات ارباع الفنانين دول بيودوهم كل حته ببلاش. تيجي تلاقي ممثل رايح بولاده بعيلته ياخدوا فيز ببلاش. كل الممثلين عندهم فيز، عندهم فيز لأمريكا، وجم كلهم ولدوا هنا. وتلات ارباع الفنانين ولادهم معاهم الجنسية الأمريكية. يبقى عنده حفلة، يبقى عنده زيارة، ياخدوا الفيزا وهو قاعد زي الباشا، حاطط رجل على رجل. مش زي الناس المتابعين اللي عندنا هنا او اللي على الانترنت في كل حتة هيموتوا ويسافروا ومش عارفين فرصة. الفنانين كلهم يا جماعة معاهم فيز وبيسافروا كل حتة ببلاش وعلى نفقة الدولة، عشان هم دول اللي بيمثلوا البلد. للأسف يعني. أنا طبعا دي مش بقول حاجة حلوة، يعني دي حاجة مش عجباني. بس هي معروفة. ده يدل على إن مفيش عدل في البلد. كان أقل حاجة الشركة دي مثلا قطعت تذاكر مثلا لحد فقير، حد بيحب الكورة. الناس كلها يعني كانت قاعدة على القهاوي وبتتفرج، وفي ناس فضلت تعيط بعد الهزيمة الأخيرة والكلام ده كله. الناس متعلقين بالموضوع، وده اللي يزعل واحد. الناس متعلقين بالموضوع جدا، بموضوع الكورة، وبتفرحهم. كان نفسي يعني نكسب على الأقل، نخش نلعب ماتش كمان حتى، عشان الناس تفرح شوية بعد الأزمة بتاعت زيادة الأسعار الأخيرة دي اللي مخليها الناس مش قادرة تتنفس. فطبعا من حق الناس تغضب على أي حاجة موجودة، تغضب على إن الفنانين راحوا. ليه الفنانين راحوا؟ سواء طلعوا الأوض بتوع اللعيبة أو لأ. بس الموضوع في حد ذاته، اللي عاوز يروح ما يروح من فلوس. هم مستنيين ايه؟ بس دول بقى ايه؟ لا، هم رايحين ببلاش وبيخرجوا يتباهوا زي ما شريف منير كده قال لك احنا رايحين مدفوع لنا الإقامة والسفر. لا يا حبيبي، عاوز تاخد فلوس كمان؟ غيرك هيموت ويروح، بس عاوز تذكرة السفر بس. ف الموضوع يعني ما كانش حلو. ولحد الآن الأخبار يعني دايرة، والله أعلم مين الصح ومين الغلط، سواء الفنانين طلعوا ولا ما طلعوش. بس الموضوع شكله عمال يتلم، واللعيبة طالعة تقول كلام تاني برضو. فاحنا مش عارفين الحقيقة فين. بس الموضوع فعلا يعني موضوع وحش. وفعلا زيارة الفنانين دي يعني في الأكيد سبب من أسباب الخسارة في آخر ماتش. اللي أنا عاوز أقوله بس مفيش مشكلة، الكورة مكسب وخسارة. هم بس اللعيبة ارتبكوا في الشوط التاني بعد ما أول جون دخل والتاني وهكذا. بس مفيش مشكلة إن شاء الله. اللعيبة تركز في آخر ماتش ده، ويبقى ماتش كويس، ونعمل حاجة كويسة يعني، يردوا كرامة اللعيبة شوية. بالتوفيق
لمنتخب مصر في اخر مباراة، وان شاء الله هفضل اشجعه برضه، وهفضل اشجع كل الناس اللي لعبت. الله اعلم الناس دي بقى عليها ضغط ازاي يا جدعان، فلازم نقف جنبهم. بالتوفيق لمنتخب مصر. و ما تنسوش يا جدعان بقى سبسكرايب بقى يا جدعان بقى كده. انا مش شايف شغل على القناة، عاوزين كده نتفاعل شوية، عشان في افكار عندي عاوز اعملها، بس حابب اشوف ان في تفاعل شوية في القناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا مع السلامة.